ال 4080 محدش بيشتريه، وعشان محدش اشترى الرايزن 7000 اسعاره قلت، والاسعار للاجيال اللي جايه مش هتكون ارخص. ودي حلقه جديده من الخلاصه. ولو يعني متضايق من علامه الويندوز اللي بتظهر لك على كل حاجه بعد اي ويندوز جديد، ولو مش عارف تلعب في اعدادات الويندوز، ولو مقلق من الكراك ومشاكل الكراك، يبقى ما قدامكش الا انك تقتني ويندوز من موقع كيز اوف. الموقع عامل خصم بنسبه 50% على ويندوز 10 وخصم 50% كمان على ويندوز 11. ازاي تستفيد من الخصم؟ بسيطه جدا، بتخش على لينك من اللينكات اللي تحت في الديسكريبشن، بتضيف ويندوز 11 مثلا للكارت بتاعتك، قبل ما تروح تدفع اي دولار او اي جنيه هتحط كود الخصم اللي هيكون هنا MF50، وMF يعني مصطفى الفقي مش اي حاجه تانية، ويبقى في شويه خطوات بسيطه وشويه دقايق ودعت العلامه المزعجه بتاعه الويندوز، وتخش تلعب في الاعدادات براحتك، وتقدر تربطه باكونت مايكروسوفت. وما تنساش كالعاده تقول لهم انك جاي من طرف فقي. ال RTX 4080 اكتر الكروت المحيره من انفيديا. كارت ما تحسش انه سالك بربع جنيه. الكارت كويس كاداء مقارنه بال 3080 وال 3080 تي اي وال 3090 وال 3090 تي اي. استهلاك الطاقه لما تقارنه بال 3080 تي اي فهو ممتاز. بعض النسخ حققت ارقام اقل من ال 3080 تي اي، فمن حيث الكفاءه ال 4080 احسن بكتير. امال انعدام السلكان فين؟ في السعر. سعر ال 4080 نزل بسعر يبدا من 1200 دولار، اللي هو نفس السعر اللي كان بيبدا بيه ال 3080 تي اي، فده صعب تقبل الناس لكارت ال 4080. هو كارت كويس وفارق عن الجيل اللي فات من كارت نفس الفئه ويمكن كمان اعلى، بس سعره مش كويس، فمحتاجين تحسين في الاسعار شويه. مدى تقبل فئه المستخدمين اللي بتشتري ال 4080 مش نفس مدى تقبل الفئه اللي بتشتري كروت ال 4090، اللي بالمناسبه ال 4090 اتسحب من السوق في نفس يوم الاطلاق، وعلى حسب ما عرفنا من حلقه فاتت ان الكروت اللي اتباعت وصل لعددها ل 125,000 كارت 4090. انما ال 4080 فعلى العكس تماما. اكبر انتقاد للكارت ده هو السعر. الناس مش متقبله السعر تماما، عشان كده الكروت متوافره بشكل كبير في المتاجر ومحدش بيشتريها، لانه شايف ان ال 4080 ككارت غالي جدا على كارت من فئه الثمانينات مش من فئه الثمانينات التي اي. يعني لو انفيديا كانت فعلا عملت الكارت ده 4080 تي اي كان ساعتها تقبله هيكون افضل ولا لا؟ بس ساعتها كنا هنسال امال فين ال 4080 لما سالنا على فين ال 4070 لما نزل ال 4080 ل 12 جيجا. المهم ان بسبب قله الطلب على الكارت نسبه مبيعاته قليله جدا مقارنه بكارت ال 4090 وده اغلى منه، وبعد موضوع الحرق اللي ظهر في كروت ال 4090 وبالاخص في منافذ الباور خلى الناس تقلق اكتر، لان ال 4080 ان كان بيسحب طاقه اقل من ال 4090 بكتير الا انه معتمد على نفس المنفذ 16 بن. لكن ما اعتقدش ان حتى اللي امتلك ال 4090 او ال 50 كارت اللي ظهرت فيهم المشكله كانت مشكلته كابل الباور، او حتى قلق بعد ما المشكله انتشرت. يمكن اللي ناوي على شراء كارت جديد قلق شويه، الا ان الناس بنسبه كبيره مشكلتهم مع ال 4080 هو السعر. السعر دايما اللي ممكن يخليك تشتري اي منتج او يقفلك من المنتج ده، بس مش دي القاعده العامه. هسالك سؤال وجاوبني عليه في التعليقات: ال RX 6900 XT احسن ولا ال RTX 3090 احسن؟ سعر ال 6900 XT من وقت الاطلاق احسن من ال 3090 وقت الاطلاق، وحتى وقت ازمه الكروت كان سعر ال 6900 XT احسن. النتائج كانت بتقول ان في تقارب بين الاثنين، وكان فرق الاداء احسن لل 6900 XT من ال 3090. ومع ذلك اقتناء اي جهاز هاي اند مرتبط بكارت ال 3090 ده عشان تفرد انفيديا بمميزات كتير كانت بتخلي كروتها احسن واختيار افضل. لكن صدقني ده ما كانش مبرر، لان برضه نفس السيناريو حصل في ال 3080 اللي كان اقل اداء من ال 6800 XT وسعرا كان اغلى وكان بيتباع اكتر عشان هو احسن من وجهه نظر الناس. لازلت مؤمن بان سعر ال RTX 4080 مشكله في حد ذاته ومحتاجه تتحل بانه يوصل لسعر يناسب المستخدم. مش بقول نفس سعر ال 3080 ولكن اقل من 1200 دولار، ولو بسعر ال 3080 يعني هيكون عنب على الاخر. لكن ما يزيد الطين بله هو ان AMD ممكن تقدم نفس الاداء ولكن بسعر اقل من ال 1200 دولار، وانا هنا قصدي ال RX 7900 XT. على العموم خلينا منتظرين، يمكن يتغير المحال. على ذكر انخفاض اعداد المبيعات، انفيديا مش الشركه الوحيده اللي بتواجه انخفاض مبيعات لمنتجاتها الجديده. قبلها سبقتها AMD في الجيل الجديد الرايزن 7000. مشكله الرايزن 7000 في انه مساله تكوين جهاز بتكلفته عاليه، يمكن حتى مع بقاء السعر للبروسيسورز الجديده او اقل في بعض البروسيسورز من الجيل اللي فات، لان المنصه ذات نفسها اغلى. اقل منصه او هنا لوحه او ماذر بورد ثمنها يبدا من 125 دولار، واللي ظهر ان مفيش اصلا بورده بالسعر ده. اقل حاجه كانت ثمنها هيعدي ال 150 دولار.
باور. وبجانب المنصه انت مجبر على نوع معين من الرامات عشان تعرف تشغل البروسيسورز الجديده. النوع ده من الرامات هو الدي دي ار 5، ما هوش مختلف كتير عن الدي دي ار 4 من حيث الاداء، او حتى الان مفيش فرق اداء ملموس بالنسبه لنا، بس اغلى بشكل كبير، يمكن عشان المساحه، يمكن عشان التردد، الى انه لا زال اغلى. ضيف على كده ان حتى الان من التجربه المتواضعه اللي اتعملت على الرايزن 7 7700 هنا على القناه بتقول ان الجيل ده هو كمان محتاج كولرز مش قليله عشان تعرف تشتغل عليه وتستغل كامل كفاءته. كل الاسباب دي كوم، والجيل ال 13 من انتل كوم تاني خالص. الصح في ظل تقارب الاطلاقات انك تستنى لحد التوافر يكون كويس ومتنوع ونشوف اخر المنافسه ما بين الشركات. الناس فضلت تستنى لما تشوف الجيل ال 13 من انتل، وعليه شافوا ان تكلفه التطوير للجيل ال 13 احسن او ارخص من التطوير للرايزن 7000، لان بالنسبه لهم اوبشن الدي دي ار 4 لازال اوبشن رخيص وبيأدي الغرض وزياده، ومفيش الحاجه اني كمستخدم اروح لكل ما هو جديد في جديد في وقت ازمه اقتصاديه عالميه. كل الاسباب دي اجتمعت ضد الجيل الجديد من اي ام دي، وعليه ارقام المبيعات قلت جدا. فالحل الراديكالي اللي يخلي بروسيسور اي ام دي مغريه سعرا هو اننا نخفض من سعرها. ففي الوقت الحالي تقدر تقتني بروسيسور اي ام دي رايزن 9 7950 اكس بسعر $574 من اصل $699، و7900 اكس بسعر $474 من اصل $549، وال7700 اكس ب $349 من اصل $399، واخيرا ال7600 اكس من اصل $299 تقدر تقتنيه ب $249. تخفيض بقيمه من 12 ل 17% على حسب كل بروسيسور، وممكن وقت ما تتفرج على الحلقه الاسعار دي تتغير. للاسف مش معروف ان ده كان برايس كات او تخفيض في اسعار معالجات اي ام دي بشكل رسمي ولا لا، ولا ده عشان موسم التخفيضات. ولكن الركود في شراء الجيل الجديد ممكن بشكل ما يكون السبب اللي يخلينا في الفتره اللي جايه نشوف اسعار احسن. كده كده اسعار المنصات هتتحرك بس كمان شويه قدام، واسعار الرامات بعد ما كل الشركات تبدا تنزل الموديلات بكونفيجريشنز مختلفه سعرها هيتحرك للاقل، لان دي دوره حياه طبيعيه لاي منتج جديد. افتكر الدي دي ار 4 والدي دي ار 3. عامه ايا كان الوضع ده نتاج المنافسه بين الشركات، ونتمنى انها الحقيقه تستمر ونشوفها في كروت الشاشه. خبر على الطاير، جيمنج لاونج في مطار دبي الدولي. من الحاجات اللطيفه لما تشوف الجيمنج واخد شكل كبير في الوطن العربي، ودبي يوم 25 ابريل دشنت اول جيمنج لاونج بشكل رسمي في مؤسسه كبيره زي مطار دبي الدولي. التعاون ما بين مؤسسه مطار دبي الدولي وشركه ايسوس الممثله في علامتها التجاريه ار او جي، بتوفير عدد 20 ستيشن او 20 بي سي بشاشات 2K 240 هرتز وجيمنج بريفرالز من العيار التقيل تحت علامه ار او جي. الفكره لطيفه جدا وفكرتها لذيذه وبتركز اكتر على جانب الجيمنج في الوطن العربي. انت دلوقتي لو جيمر وهتقضي شويه وقت في مطار دبي لحد ميعاد طيارتك الجايه، هتقدر تاخد تجربه جيمنج لحد ما يجي ميعادك، وهو العيب بدل ما تستنى او تنام. الخبر ده بيأكد للأسف نقطة إن أسعار الهاردوير في الفترة اللي جاية بالأخص من بعد الأجيال الحالية مش هتكون رخيصة تماما. على حسب تقرير من الديجي تايمز بيقول إن سعر رقاقة السيليكون بدقة تصنيع 3 نانومتر ممكن يوصل سعرها ل $20,000، اللي يعتبر زيادة في السعر تقدر ب 25% عن سعر نفس الرقاقة بس 5 نانومتر اللي كانت ب $16,000. ال5 نانومتر المتواجدة في الأجيال الجديدة من انفيديا واي ام دي سعرها يزيد عن ال7 نانومتر ب $6,000 للرقاقه الواحده. زياده هي ممكن تكون السبب في الزياده اللي شايفينها في اسعار كروت الشاشه بالاخص بالانفيديا. الزياده دي تقدر ب 60% بس تكلفه الانتقال من ال7 نانومتر لل5 نانومتر. الخوف الحقيقه مش من الاجيال الحاليه اللي بقت واقع ملموس، انما في الاجيال اللي جايه. كل الشركات اللي هتعتمد على الدقه دي من التصنيع بشكل كبير هترفع من اسعار منتجاتها بشكل جنوني. وبما ان اي ام دي وابل وانفيديا اكتر الشركات اللي دايما بتحجز كميات كبيره من تصنيع اشباه الموصلات بدقات التصنيع الاقل، فقصاد ال 25% زياده اللي فرضتهم تي اس ام سي، ده معناه ان الاجيال اللي جايه من الثلاث شركات هتكون باسعار اعلى من الاجيال الحاليه. وهنا احنا قدام معضله كبيره جدا، لانك لو كنت قلقان من اسعار الجيل الحالي ومتخيل انها اعلى، فاعتقد ان اسعار الاجيال اللي بعد كده هتكون اغلى بكتير، وهتفضل نقطه الاداء هي اهم سؤال بالنسبه لنا. لو الوضع في الاسعار دايما في الارتفاع، هل هتكون الزياده في الاداء قد الزياده في الاسعار ولا لا؟ بعض الناس بتقول ان زياده ال 25%
التانية دي في الاسعار ما هياش الاسوأ، ويمكن ما نشوفش بسببها ارتفاع اسعار مبالغ فيه، لان الزياده دي تعتبر نوعا ما هي الاقل على حسب الخط الزمني بتاع تي اس ام سي، لان مثلا الزياده في سعر الرقاقه من 28 ل 10 نانومتر كانت بنسبه 100%، وما اعتقدش اننا شفنا ارتفاع في الاسعار بشكل كبير في فتره 2016، على العكس ان من 7 نانومتر ل 5 نانومتر الزياده بتوصل ب 60%، وعليه شفنا مع بعض الشركات زي انفيديا مثلا عملت زياده في اسعارها. بس افتكر ان رقاقات السيليكون او الويفرز مش هي بس السبب الوحيد في تحديد سعر المنتج، ومش السبب الوحيد اللي ممكن نرجع ليه ارتفاع الاسعار. اكيد في اسباب تانية ممكن تحكم على سعر المنتج انه يكون اغلى من الجيل اللي فات او بنفس سعر الجيل اللي فات. اعتقد ان مفيش حاجه قدامنا الا اننا نستنى ونشوف اسعار التقنيات الجديده من الشركات هتكون عامله ازاي على 2023 و2024، لان دي نوعا ما السنين اللي هيتم استخدام دقه التصنيع 3 نانومتر في مجالات مختلفه. فخلينا مستنيين، يمكن يجد جديد زي الحلقه اللي جايه من الخلاصه اللي هتنزل الحد اللي جاي بتفاصيل كتيره واخبار جديده. فما تنساش تشترك في القناه عشان الحلقات اللي جايه، لايك لو الحلقه دي عجبتك، رايك تحت في التعليقات، اتفرج على الحلقات اللي فاتت، وكما هي العاده اتمنى ان شاء الله اني اشوفك في الحلقه اللي جايه.